هي اسقاط الحضانه ممكن تتقبل؟ ممكن. طيب نسبتها كبيره؟ لا. دعاوي اسقاط الحضانه من اصعب الدعاوي اللي احنا كمحامين بنرفعها. انا عن نفسي مش برفع دعوى اسقاط حضانه وخلاص، ولما باجي ارفعها بقول للموكل نسبه نجاحها كذا. ليه؟ عشان ما يجيش بعد كده يقول لي هي الدعوه اترفضت ليه. ما هي اتجاه قاضي. قاضي ساعات بيبقى شايف ان الاسباب اللي انا جايباها له دي كلها ملهاش اي لازمه. ده اللي يضحككم كمان، لو الاب اتنازل ومرضاش يعمل محضر بالزنا وانفصلوا والموضوع خلص، وهي سابت له الاولاد مثلا وهو مرضاش يعمل محضر بالزنا، او الاولاد معاها وكتبنا عقد الاتفاق، لو انا قدمت للقاضي ورق عشان اسقط من عليها الحضانه، سكرينات، فيديوهات، صور، اول حاجه بيسالها لي استاذه عملتوا محضر؟ لا. لما بقول له علشان المستوى الاجتماعي مينفعش يخلي الاب يعمل محضر بالزنا عشان خاطر الطفل ده ما يتبهدلش، لا يا استاذه بس انتوا كنتوا المفروض تعملوا محضر عشان يتسقط من عليها الحضانه. يعني هو ما بيرضاش يعمل المحضر عشان ما يأذيش ابني، انت عايزنا نعمل المحضر عشان الولد يتأذى؟ احنا بنمشيها اسره على الاقل، مش هتبقى الاحكام موجوده على السيستم والكلام دي كلها، محدش يجي يكشف عليه يقول له اصل مامتك عليها محضر زنا قبل كده.